وبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافة يا عين صاد بالحال ولو خائبين من شر كل ماكرين وخائن وغادرين وعين وساحرين وشر كل المعدين بمعتد وغاصبين ومفتر وكاذبين وفاجر وعائبين وحاسد وشامتين يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بسترك أمين واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء يا إلهي من نوازل البلاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في وهب قضاء لنا الخير كل وادنا بهدى يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء ونستعينك ونستغنيك عمن سواك يا أرحم الراحمين ارض بنا في يا قضاء صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء كل المطالب كلها في رضا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء إياك نعبد ونشهد مشهدنا نرى يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء ونشهد أنك ترانا نور عين يا استفاء أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء وبشواهد مشاهد من يوالي ولا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء ومن على سنة الهدي يراعي رعاه يا أرحم الراحمين ارض بنا في ومن قضاء قرأ للقرآن بحق يا نبات أرحم الراحمين ارض بنا في منك قضاء إليك ضحكك أن ذا يا حكى أرحم الراحمين ارض بنا في وصار قضاء قلبه وقلمهم تلا من يا أرحم صفاء الراحمين ارض بنا في بالفضل قضاء والعلم والتعظيم يا يا أرحم الحسنات الراحمين ارض بنا في هذا قضاء لمن كان حظ منك وافر هنا يا أرحم الراحمين ارض بنا في في سنة قضاء العلم جاء الله من يا قدر أرحم الراحمين ارض بنا في وأدرك قضاء
واجعله الإناية حيث جئت يا وجاك أرحم الراحمين الطف بنا في يسعدنا قضاء بمجيب أكثر سمع يا أرحم دعاء الراحمين الطف بنا في منك قضاء إليك وخيم حط ساحفنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في على قضاء الهنا والمنى والباس شئت يا وشاك أرحم الراحمين الطف بنا في يا ربي قضاء يا ربي هم لي في رجاء من يا رجاك أرحم الراحمين الطف بنا في واقبل قضاء دعائي وقربني مع من يا أرحم دعاك الراحمين الطف بنا في وأنت قضاء حسبي وعوني فاشفني يا أرحم بشفاء الراحمين الطف بنا في قلبي قضاء وقلبي والمسن لباسا يا أرحم قيام الراحمين الطف بنا في وقضي قضاء روحي بذكري واحمني يا أرحم بحماك الراحمين الطف بنا في وحببك قضاء لي وحبل لي محبة لك يا أرحم الراحمين الطف بنا في أستغفر قضاء الله غفرانك لمن قد عصى يا أرحم الراحمين الطف بنا في واسلم قضاء يقيني وثمني ثبات يا أرحم أولياء الراحمين الطف بنا في والحمد قضاء لله واختمها بطابع يا أرحم هدى الراحمين الطف بنا في قضاء صلاة ربي وسلم نزل يا أرحم مسلما الراحمين الطف بنا في على النبي قضاء المصطفى المحمود خان من يا أرحم بياك الراحمين الطف بنا في عد قضاء الحياة الذي يحيا به من يا أرحم حياة الراحمين الطف بنا في والآل قضاء والصحب والحقنا باسم يا أرحم صيام الراحمين الطف بنا في يا من قضاء خايف نجنا مما يا نخاف من خايف نجنا مما يا نخاف ولي الصالحين كن موالينا يا من وكاف خايف نجنا مما يا جليس نخاف الذاكرين اهدنا سبل يا من العفاف خايف نجنا مما يا مجيب نخاف السائلين ربنا واغفر يا من وعاف خايف نجنا مما نستعينك نخاف يا معين شفها عسى يا من شفاف خايف نجنا مما هب لنا نخاف فتحا مبين جاء بالنصر يا مواف من خايف نجنا مما واخف شر نخاف المؤذين كفهم عنا يا من كفاف خايف نجنا مما والعتاد نخاف الظالمين حدهم حتى يا التلاف من خايف نجنا مما شر نخاف مبين منهم فيهم يا مضاف من خايف نجنا مما خاسرين نخاف مدبرين ذهبوا يا من بالانصراف خايف نجنا مما مرتدين نخاف هالك في شفا جرف يا من الهيام خايف نجنا مما والطغاة نخاف الباغين فيهم يا خير يا من كاف خايف نجنا مما حسبنا الله نخاف المعين هو لا يا من خلاف خايف نجنا مما وكفى نخاف المتوكلين كل شر من يا من مخاف خايف نجنا مما هو رب نخاف العالمين وإليه يا من الانعطاف خايف نجنا مما كفنا الحس نخاف الحسين من سواه ما يا من نخاف خايف نجنا مما وصلاة نخاف كل حين وسلام الله يا من واف خايف نجنا مما تبلغ نخاف الهدي الأمين وآل أصحاب يا من العفاف خايف نجنا مما وأموال نخاف المسلمين المساكين يا من الضعاف خايف نجنا مما ورد الله نخاف المدين هو بهم أرحم يا من خايف نجنا مما يا نخاف تواب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر يا إلينا تواب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا سامحنا بما يا تواب جنينا علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا اغفر لنا يا الله ولوالدينا توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا يا الله وآخرة بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله الأكفان بتوبة وقبول إحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله الأكفان رضا يا الله رضا والعفا ما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد يا الله رضا يا مضى الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة أستغفر الله وقبول أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله استغفر الله استغفر الله ونتوب إلى أستغفر الله الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من يا الخطايا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر يا رب ويرحم سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سالك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا حنان يا منان يا
قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيا من ذنوبه وأحلى خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا تخيب رجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائكة جما وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي نلجا من أبينا آدم وبنوح الأكدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي ابن مريم وبهود الأكرم وبهادون العام والنبي ابن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وبجاه الأصحاب وبجاه الأقضب والولي الأواب شيخنا با سودا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بمشايخ الإسلام أهل علم واحكام والولي بن بسطام والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو يا الغفران إله العالم يا إله العالم قربه بشار يا إله العالم فيه المشهاد يا إله العالم والعلوي الأبرار يا إله العالم من بهم حالي يا إله العالم أهل عينة اليوم يا إله العالم كما هم في الكون يا إله العالم وإن بدا مني لهم يا إله العالم نطلب للغفران يا إله العالم الحسن بن صالح يا إله العالم بحر نور طافي يا إله العالم لا تكن فاضي إله العالم يا صمد يا منان يا إله العالم مثل شيخ يا المشهد إله العالم ابن ناصر أحمد يا إله العالم من ثم يا الجاد إله العالم المعالي لو يا مشاء إله العالم لنا بالمطلوب يا إله العالم والفرن مثل أيوب يا إله العالم وبفرحة يعقوب يا إله العالم نزل ذي الأحزان يا إله العالم ربنا اغفر وارحم يا إله العالم واعف عما تعلم يا إله العالم فإن جودك قد يا إله العالم خلق والجاه يا إله العالم ودروس القرآن يا إله العالم واجتماع الإخوان يا إله العالم بدعاء الرحمن يا إله العالم سرهم العلا يا إله العالم والحبيب المقدار يا إله العالم قائما بالأسحار يا إله العالم قائلا يا غفار يا إله العالم جد لنا بالغفران يا إله العالم استجب لي واسمع يا إله العالم ولنا الكل جمع يا إله العالم ولمن لك يا يضرع إله العالم غالبا للإحسان يا إله العالم وصلاة تترى يا إله العالم لمن خص بالإسراء يا إله العالم وذويه ترى يا إله العالم في جميع الأزمان يا إله العالم يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا عالم
سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مات يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا مجيد الخلق ترى وموسع الكل برا أسألك كسب السترى على القبائح والأخضار يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا من كنا يرى سر قلبي حسب اتلاعك حسبي فامه بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا ملك الملك يا يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث أشكو كنا إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكيل والغار يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث وحب كنا الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها آفت واشغال يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ويح كنا نفسي الغوية عن سبيل سوية دحت روج علي وقصدها الجاه والمال يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبار يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث قد كنا استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي يا كنا خير كافي اهلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك توصل وجمال يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي عبدك ببابك لا إله إلا الله شالي مع عذابك لا إله إلا الله ويرتجي لثوابك لا إله إلا الله وغيث رحمة هطال لا إله إلا الله وقطعتك بعذره لا إله إلا الله وبانكسار وفكره لا إله إلا الله وزن بيسرك عسره لا إله إلا الله بمحض جودك لا والإفضال إله إلا الله الله عليه بدوبه لا إله إلا الله أسيل من كل حوبه لا إله إلا الله واعصمه من شر أوباه لا إله إلا الله لكل من هو قد حال لا إله إلا الله أنت مولى الموالي لا إله إلا الله والفارد بالكمال لا إله إلا الله بالعلا والتعالي لا إله إلا علمت الله عن ضرب الأمثال لا إله إلا الله فانظر وبرك لا إله إلا الله وبش وقهرك لا إله إلا الله وذكرك وشكرك لا إله إلا لازم الله وحمد والإجلال لا إله إلا يا الله ربي أنت ناصري لا إله إلا الله ولكني كل خيري لا إله إلا الله واجعل جنانك مصيري لا إله إلا الله واختم من الإيمان اللجاء لا إله إلا الله صل في كل حالة لا إله إلا على الله مزيل الضلالة لا إله إلا الله وكل من هو الغزالة لا إله إلا الله محمد الهدي الدال
لا إله إلا الله والحمد لله شكرا لا إله إلا على الله نعم منه تترى لا إله إلا الله أحمد سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالودايا والأوصال لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا المسلمين ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إليه ضرا قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على وما لنا المسلمين ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على نسألك المسلمين وليقيم العدل كي نستقيم على هدى القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربنا يا المسلمين مجيب أنت السميع الكريم ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على تزيل المسلمين العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على سلك بجاه المسلمين الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين المنكرات يقيم للصلوات يعمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يزيح كل المسلمين الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بسمنا غيث عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين المسلمين الشاكرين وتوفانا مسلمين وبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على بجاه المسلمين طه الرسول اللهم جد صل ربنا عليه. بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي امين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على عطاك ربي المسلمين جزيل وكل فكر جميل وفك املنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربي ذاك المسلمين الغناك من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاك لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على واغفر لكل المسلمين الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المؤذيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين إذا ذن الانصرام وحان الحين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا
أرحم الراحمين فرج على المسلمين. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. نأتي بحمد الله ونستمد بالله بجاه الله نفوز بحول الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. بفضله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. وبعد جاء النظر من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. من طالب المحضر المخبد الصبر مظهر الأسرار سليل أهل الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. بدد القدوة سادة الصفة ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب مثل الله. الإمام الفخر عن رفيع القدر كالشمس لا كالبدر ياضي لخلق الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. أبو بكر بن سالم هو حتف للظالم الفاجر الغاشم يهلك بأمر الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. وينجي الغارق إن كان به واثق يلهكه بالسابق هذا بفضل الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب لما الله. قرأه العبد فحشد من نجد وقال لعل السعد يأتي بجود الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. والعبد ذا الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. سبحك القام نلحق بهم في اليوم ما جرى من لوم يغفر بجاه الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. لأنه حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. يا سادتي غارة في الحال بدارة ما في القبد مارة الله الله الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. معي قومه وقت الذي رومه كله مدى نومه يجي بعون الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. كفى ما بدو لأسوابي في الحال يا أحبابي فإنكم بالله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. ولنا نصر بالسيف والقدرة وكل ما نكره شوه شيء لله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب حيا بكم الله. حيا للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب يقدم الله. جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد كل في الوقت جار الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. المصطفى الطاهر والمرتضى الناصر وبناه والباقر والكل حزب الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب حسبي الله. وحسبهم صفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. صل وسلم دوب على النبي المحبوب يحصل المطلوب أجمع بفضل الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يا للعقول السالمة وللقلوب العالمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن قوموا الخاتمة. بهم عازمة وبصدق نية جازمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. وهي إليها المنتهى قد قال أرباب النهى. يلا بها يلا بها يلا بحسن يلا الخاتمة. بها يلا بها دواء عجيبة تامة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يا ربنا يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. واختم بخير عندنا إبان يوم الطامة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. فالموت آت عن قريب كل له منه نصيب. يلا بها يلا بها يلا بحسن من الخاتمة. كان دان أو
يناسب فهو مصيبة عامة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ثم إذا مت أتوك وغسلك وكفنوك. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وشيعك والحدود وصرت جيف خما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا ربي كل يا معين إذا رشح عظم الجبين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. واختم إلهي باليقين من قبل لوم لائما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. دنياك ما هي للمكر وإنما هي للممات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. فافكر وأمعن في النظر ولا تكن كالسائما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا ربي ما معنى عمل وكسبنا كله زلال. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وكل لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. حان حين الانتقال والعمر ولا في ضلال. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بجاه والد فاطمة أمنا بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بجاه والد فاطمة أمنا بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بجاه والد فاطمة أمنا بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدده ويدخلنا بشفاعتهم ونفعنا ببركاتهم وارزقنا محبته وتخلق بأخلاق وانشرنا في زمرة في عافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روحي سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالع عقاسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي بالفقيه وإخوانه وسيدنا علي بالفقيه وابن أحمد وسادتنا علي وعلي بالفقيه وعلي وعبد الله بن علي بالفقيه وسيدنا محمد مولد إله شيخ عبد الرحمن سقا أولادي وشيخ أبو بكر بن السكران وشمر مهضر وإخوانهما وشيخ عبد الله العيدروس أولاد أبو بكر عادل وإخوانه وشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين والشيخين محمد جمل الليل محمد مولى عيديد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باشميله وسيدنا محمد بن عبد الله وشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم وسيدنا عمر العطاس والحبيب عبد الله الحداد والحبيب أحمد بن الهبشي والحبيب عمر البار والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب حامد بن عمر وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخي طاهر والحبيب أحمد بن محمد المخضار والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد الهبشي والحبيب عبد الله بن شين عيدروس والحبيب أحمد بن عيدروس والحبيب الرحمن المشهور وابن علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب أبو بكر الشاطري والحبيب حسن الشاطري والحبيب مهدي الشاطري والحبيب سالم الشاطري والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين ثم إلى الحبيب أبو بكر قرسي والحبيب علي كويتان ثم إلى روحي الحبيب ثم إلى روحي الحبيب عبد الله الحداد بن والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب عبد القادر بن سنة حبيب علي بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب محمد الهدر بيضاء والحبيب محمد الهدر بنيواني والحبيب هادي الهدر بنيواني والحبيب هاشم بنيواني وأصولي مفرم حبيب صالح بن حميد تنقل وأصولي مفرم حبيب جعفر بن علي بهرون وحبيب أحمد بن حبيب حسن بن أحمد بهرون وأصوله مفرم ثم إلى روحي الحبيب حسن بن هدى السقا وأصوله مفرم ثم إلى روحي جاسم بن سالم زوجته هشام رافع زوجته ثم إلى الحبيب شعيب الحسني والحبيب عمر السقا وأصول مفرم
ثم إلى روح حبيب هود بن علي إدريس الحسن وأصولهم وفرهم ثم إلى روحي جاسم وسام زوجتي هاشم رافع زوجتي ثم إلى روحي المرحوم جعل مرتضى محمد ثم إلى روحي حامد باسوران ثم إلى روحي الجد مهاجر وزوجتي صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم وسادتنا علي أبي علوي وشي سعد العمودي وشي سالم بن فضل بفضل وشي علي بن محمد الخطيب وشي سعد بن علي مدحت وشي عبد الله بن أحمد بسودان ومشي الحضر الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشيخنا ومعلمينا وكاتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم اسم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخار والكرامة من جاء من خير وصل بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونه ويتقبل منهم يغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية دائمة مها. الفاتحة. الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يصل الإمام والأمة والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافعة ويطرح فيها الخير والبركة ويعجل بها ويصل سادة العلوية يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يسهل مطلوبنا يحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويذهب نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء به والاقتداء به وبسلافنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا منكم سؤلا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هدي الحضر على المسلمين أجمعين ويتقبلوه منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن سابقة وحسن خاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه قال سيدنا الإمام أحمد بن حسن العطاس نفعنا الله به وبعلومه في الدارين أكثروا من الدعوة إلى الله فإذا لم يسمع دعوتك هذا سمعها غيره وإذا لم تسمع في وقت سمعت في وقت آخر وإلا سمعها أحد في صلب أبيه وانتفع بها في المستقبل. ومثل الدعوة إلى الله مثل الحبة تضعها في الأرض وما تدري إلا وقد أثمرت وصارت بستانا. وقال رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومثال صاحب الدعوة إلى الله والعلم مثال من كانت معه بضاعة ولا يتركها في داره فإنه لا يجيء أحد يسأله عنها بل عليه أن يعرضها في السوق وعن أن تنفق وإن لم تنفق فليرخص الثمن. انتهى إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Berkata Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas
nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid darain. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada beliau. Berkata, aktsiru minad da'wah ila Allah, perbanyaklah untuk mengajak ke jalan Allah, berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia lain untuk mengerjakan kebajikan. Fa idza lam yasma' da'watak hadza sami'aha ghairuh, jika orang yang engkau ajak tidak mau, tidak mendengarkan ajakanmu, sami'aha ghairuh, maka orang lain yang akan mendengarkannya, karena kita tidak tahu. Fa idza lam tusma' fi waqtin sumi'at fi waqtin akhar, jika dakwahmu, ajakanmu tidak didengarkan fi waqtin, di saat itu, waktu itu, sumi'at fi waqtin akhar, mungkin akan didengarkan di waktu-waktu yang lain. Wa illa, jika tidak sama sekali dakwah kalian tidak didengarkan, baik orang satu atau orang yang lainnya, dakwahmu tidak didengarkan di hari itu atau di hari lain, di waktu itu atau di waktu lain. Wa illa sami'aha ahadun fi sulbi abih, maka tidak menutup kemungkinan yang akan mendengarkan seseorang yang berada di sulub-sulub abinya, bapaknya. Wantafa'a biha fil mustaqbal, dan akan memberikan manfaat di hari yang akan datang. Beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas memberikan semangat dekat kaulaban panjenengan untuk mengajak kebaikan, mengajak orang lain untuk selalu taat dekat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ocan sampean tak ngaki, walaupun ocan sampean tak maju, tak rega ni bi orang. Mungkin orang saya ajak sampean ni tak merengaki, tak gelem menolak ke ajak sampean, mungkin orang lain sengeding dak ajak sampean. Wa idza lam tusma' fi waqtin sumi'at fi waqtin akhar, mungkin ning saat ni kesampean tak perengaki omong, mungkin ning bekto lain bakal dingaki omongna. Mun sama sekali enten lah tak dingaki, tak etoro, baik hari sekarang, hari esok, hari depan, seminggu, 2 minggu, tak oleh pancet. Pancet sama sekali ada. Sami'aha ahad fi sulbi abihi, maka sebekal ngedingaki calon-calon bayi sebenarnya sulub-sulub otabe sulbi-sulbina bapak-bapak, karena sampean bakal mengeluarakin anak dari sampean. Mungkin dari orang saya nasihatin bi sampean neka dalam sulub, mun ibu neka rahim, mun orang laki neka nyamana sulbi, fi sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Menabi orang bini rahim, menabi orang laki apa? Sulbi. Berdakwah menisbata orang bini si dakwah teti da'iyah, si mengajak dengan kebaikan, tak dingaki sekali omong orang bini gila, tak dingaki darma, tetap ngajak baik dekat jalan sebagus kang kue orang bini. Mungkin makin tak dingaki, mungkin tak paju, tapi ning dalam orang bini gila berderahim sebakal makeluar bayi, orang laki berdesulub sebakal makeluar benih-benih atau bibit-bibit daripada bayi. Artinya dakwah kuli sampean tak bakal sia-sia. Ajakan kuleban panjenengan tak bakal sia-sia. Mun tak orang ria, orang situng. Tak ning setia ning bekto lain. Pasteh neka pasteh dabunal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah ke kota Taif. Bayangake Kanjeng Nabi dekat kota Taif ajalan soko 400 km ya ikhwani. 400 km beliau dari kota Makkah menuju kota Taif, gunung. Beliau tak sambut kelaban tala'al badru alaina. Beliau tak sambut kelaban sambutan hangat. Beliau tidak disambut dengan pujian, dengan sanjungan, tapi beliau disambut dengan lemparan. Yantem Kanjeng Nabi ini. Bahkan kanak kenek pun norok ngantem ke Kanjeng Nabi. Sampai malaikat Jibril pun tak teka, sampai matabar ke Kanjeng Nabi, mohon panjenengan ridho gunung sebenarnya kota Taif sareng badan kaula pedumpak dekat penduduk kota Taif. Lah, Rasulullah menolak, bahkan atwaaki Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah paringin hidayah kaum-kaum kula nikah. Kanjeng Nabi tak nyebut umat, karena mon umat tak mungkin ngelemparin. Karena mon umat tak kira ngantemin dekat Kanjeng Nabi, mergana qaumi.
Ya Allah, samkuna kaum kula nika tak ngaoning dengan betul kau lah. Berikan hidayah mereka ya Allah. Karena kami berharap kan Kanjeng Nabi, kula berharap dari sulbi mereka orang-orang yang beriman kepadamu dan beriman kepadaku. Ongguan dari anak-anak penduduk kota Taif, ternyata si asal bapaan paling becik ke Kanjeng Nabi, mbambana paling moso ke Kanjeng Nabi, ternyata anak-anak teti pecinta Kanjeng Nabi, orang senolong yang dakwah Gusti Kanjeng tak sia-sia. Tapi melalui proses yang cukup lama, tentu membutuhkan kesabaran yang cukup besar. Nabi Nuh alaihi salam 100 tahun oleh ring sanga. 100 tahun berdakwah, 100 tahun ngajak dekat kaum, cuma 100 orang seiman dengan Nabi Nuh, senorot ke Nabi Nuh. Bahkan anak saknya makan an pun tak iman dekat Allah, tak iman dekat Nabi Nuh alaihi salam. Acak baiklah. Ngacak baik perkara ia dingaki tak ia dingaki, etrema tak etrema, gelem tak gelem. Ala kulli hal al-baqi ala Allah. Pasrah dekat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Pasti beda online ada cerita orang ngacak dia ada online apa? Aduh, ada online. Apa jajat pancet kata dia. Tetap acak baik. Mungkin salen cara metode untuk menarik perhatian orang lain supaya tertarik. Mungkin kelaban cara kata jira lebih banyak atau enggak lah, saumpama. Mungkin kelaban cara lebih cara kasar tak bisa, cara halus tak bisa ya pesemo kasar. Cara apa? Cara hari mau ngaji tok buruh. Soalnya tak seneng ngaji. Ya ada masa kira ibarat orang sasa ya cangrep ya peres ya cangrep ya peres. Peres tok ya sage, cangrep tok ya tepege. Sampai nu ya cek ngaji tok ya tak ngaji. Beda humor tak sakone, tapi cek niat tujuan megele orang. Perkara beda ngagelek, neka bene tujuan apa? Ki beneka tak besyir untuk supaya abek neka tak sepaneng, tak stres. Mun cek perang tok ban. Jihad. Waduh wis ambu gena kakela, jelas ambun. Jadi ki basyiran wa nadhira, yakni terus kelaban cara basyir, kelaban cara nadhir, metode dakwah. Tetapi jangan sekali-kali menghalalkan apa yang diharamkan, memperbolehkan apa yang dilarang, walaupun bentuk dakwah aja. Loh kan wali songo ngatu aja wali songo, jangan kaki kita tadi beli lah ngatu aja. Sering wali songo wa tak niat ngatu aja, mon niat ngatu ajam kayak deh ya. Arwah wali songo nora main domino. Iya ring ruwa wali songo mak Islam orang mon ban kan cet pancet. Orang lu njok tak ambu jendeti. Metode wali songo keneng etero, kening tero, kalak saya kening tero, mun tak kening tero aja kalak. Nengak sing ngatu ajem. Ajem mah ben ajem biasa dari petel. Ajem wali songo aja petel. Ya ada banyak mo soalnya petel kapi mate kapi tertarik. Sunan Bonang nyamana tibi Syekh Mahdum, Syekh Ibrahim napa Syekh Mahdum bin Ibrahim. Mahdum Ibrahim nyamana tibi Syekh Bonang. Saya napa wali Sunan Bonang ni kan apa? Bonang re nyamana ketipung. Nyaman ketipung karena beliau ahli gamelan. Nggak boleh pertunjukan beliau. Pertunjukan saat nikah orang seneng gamelan, seneng musik, seneng tanda. Beda aki tining Sunan Bonang, tapi orang siapa saya teronyong gamelan gelak musik tradisional sezaman gak asa harus mejer tiket sekaten. Aja. Beda napa nyamana beda sekaten dia apa sekaten nika dari sahadaten. Jadi orang setronyong Sunan Bonang ye kudu
Mejer sekaten dia. Apa syahadaten? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru nyongok Sunan Bonang. Kan Islam berarti lah. Si asal tak Islam malah is. Lamun kaki nura Sunan Bonang ning kaki ajoget. Bener mah Islam orang, bener mah tobat orang, John letak. Jadi cek sampai beda talbis, cek sampai beda pembauran antara al-haq wal batil. Adapun cara-cara untuk berdakwah silahkan. Tetapi mun kira pun melanggar ke agama, aja Nabi SAW tak pernah senikah. Mun sampai anda beli tak apa-apa. Khomer yenom, njok tak yenom, ternyata buang ke tasek. Beda beli sih kelaban cara nggak nikah, masuk diskotik, masuk tempat pelacuran. Orang nyangka, wah nyenuk, mosok yai nyenuk. Ya entar laku ternyata senun jambu pak. Enten tak kebolong tedung eko to ambu ban atau tobat ban. Laku langsung cekak ruku atau tobat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Pah ban. Dakwah bener dakwah ban. King maciwe aja. Banyak bodoh sih masuk diskotik khomer. Ya itu orang minum khomer. Ternyata ding bi kiai kelak bi orang se ada wa kelaban cara ngak nikah. Ya teguk tanang ban ngocak apa? Kok nginom khomer ya katonaki. Ternyata khomer apa katone buang ke tasek king jiling tok ya no. Dari sekian banyak orang se preman-preman kelak atau bet. Tambai bener jendeti. Mangkana ban jak nerwali songo peteti beli kada. Kare songo natok bandeki ada belin. Ya, dakwah biasa bela ngajar sandi ilmu, ngajak, sandi kesempatan ngajak. Ya. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tanya aki tentang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sifat saya menonjol diri Nabi ya Ali bin Abi Thalib? Saya paling nampak dari sifat Kanjeng Nabi ini kan apa? Bunyak. Saya paling nampak Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. An-nasir bil haqqi, nasir al haqqi bil haqq. Telo sifat ini kedakwaan Kanjeng Nabi. Al-khatim lima sabaq. Nabi terakhir daripada penghulu. Para nabi-nabi lain terakhir Gusti Kanjeng Nabi. Al-Khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, membela kebenaran dengan cara yang benar. Membela kebenaran dengan cara yang benar. Nasiril haqqi bil haqq, membela perkara yang benar, membela sesuatu yang benar dengan cara yang benar, bukan bil batil dengan cara yang batil lah. Tidak dibenarkan. Orang ada dakwah tapi dengan cara kebatilan. Engki muang tompeng mele buter neganya mana? Mari kan dakwah ya bentuk dakwah. Apa dakwah negake? Arya mau datang orkes. Kan bodenya are ngajualan. Terus apa boleh? Kakir membela agama tapi tak kelaban cara hak. Maaf kalau non sebu, mungkin cara imtihan. Imtihan acara madrasah. Tapi kelaban cara-cara kebatilan. Sambian ini membela sehat, menegakkan perkara sehat, tapi sayang dengan cara yang batil. Jogetan kah? Atau apa sih melanggar daripada syariah? Anda terus menegakkan sesuatu yang hak, tetapi dengan cara yang salah, ya pada bi meropu, pada bi ngerosak. Ya, jadi kenalin ke lu perkara sehat. Dari cara ya kutu kelaban cara hak, cara sebenar. Wah ya tak paju lah, kakek mon jupajuan ya. Bener urusan jupajuan nih kak, urusan metakok dengan Gusti Allah. Orang supaya atau pada dengan Gusti Allah. Bener meramian, bener suksesan, bener pokok banyak bener. Ledar masih setahun ngaji kitab, setahun ngaji ilmu. Terakhir ajoket. Tahu banci biduan nih pada datang. Syahada. Can tempat ilmu, can tempat mencari ilmu, tapi akhirnya sama sekali tak ngajak takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Wah, norok jiyah. Tak maju. Tidak cak norok engkau kakek. Tempeng maju tapi maju ke neraka, ben. Tempeng maju tapi maju ke neraka.
angok mundur alon-alon. Nah, saya penting salah mundur alon-alon mergo aku iki sapa deh ya. Tak apa masih mundur. Mundur bener berarti kalah. Tarik tambang maju kalah. Ya, tarik tambang si mundur berarti menang. Maju tak gentar membela yang benar ya enggak. Kaki membela yang benar dengan cara yang tidak benar berarti maju kalah ben. Tarik tambang mau maju kalah ya mundur pemundur lah pokok selamat dia lah tina masih tak ram mereka gula majelisnya tak perlu banyak ilari lah pancet pak istiqomah masih datang di budi tak apa lah datang kare Fatihah dia tak apa lah pokok datang tebang lah tak sakale nah jadi mon kuliwi sampean tak neronikah nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim. Kanjeng Nabi menunjukkan ke jalan yang benar dengan cara yang benar, membela yang benar dengan cara yang benar, membela yang baik dengan cara yang baik. Benar kelaban cara kecubaan aneka dakwana Gusti Kanjeng Nabi. Berarti wali songo tak noro wis cek bahas mon ben tak mampu cek bahas. Wali songo ora tau ngabeng ben tau apa. Dididik wali songo, dididik wali songo. Nero sekening tero, cek kening setek kening tero. Tero saya keneng tero. Para ulama sete sakte yang ki baca cara senengar yang bentak sakte. Enga Al Habib Abu Bakar Al Adni. Al Habib Abu Bakar Al Adni ketika Al Aden neka jadi kota-kota orang hebat. Terkenal kelabuan kota sete sakte. Al Habib Abu Bakar Al Adni termasuk ada ke kota Aden. Oh, siapa ban? Abu Bakar. Terus apa kesaktian ban? Tandi kesaktian. Oh tak bisa masuk. Engkau terus dakwah. Engkau terus ngajak ke orang-orang untuk semakin semak dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Oh tak bisa. Jangan orang, jangan penjaga pintu. Jadi neng Arab nih ada pintu gerbang masuk kota Yaman, masuk kota Jeddah, masuk kota Taif. Setiap badar berpintu gerbang. Mohon buat tandi kesaktian beli. Oh berarti kutu sakti. Ada uang ngakui kesaktian. Ya kan? Mohon buat terus tahu tentang kesaktian. Mun pacar dadi syarat harus andi sakte kesaktian engkau ngocolah angkat tanang ngangkat tanang orang benika Habib Abu Bakar Nadine ngangkat tanang ya Rabbas sama amtiril laban Abu Bakar dakal adan ya Allah semangirangan langit paujanaki susu dari langit Abu Bakar masuk ke kota Aden ya Rabbas sama amtiril laban Abu Bakar dakal adan sekalan kau jan susu baru masuk nyaman monde yo rengban kalak susu sunat tok dadi keraben cara saya orang saya sakte mun ben sakte tak apa-apa pola moro beseh dadi ajem tak apa-apa pola ben nemu betah moro dadi dereh dia sekira bisa matiin kederan orang mun pada ngeber le pada ngeber setia pada ngadun setia ada nilai-nilai dakwah nah jadi nero saya kening tero baiklah benar berarti dan kaula tak nero napa benar berarti dan kaula menutupi dakwah orang-orang sekelaban cara sekula khomer yenom atau masuk ke tempat pelacuran lemun apa tak kelar pak hah ajiling pokang bila tak kuat tadi ajiling lebu dak geri ya banja boleh menyelam tapi jangan meminum mun kira sampean tak kuat geng ke sampean tak mampu nyelam cak nyelam takut terserna nah ya lah mun kira sampean tak mampu apolong bi orang saya yajak kuwi cukup sebatas ngajak cak lebih dari nikah takut sampean keneng arus takut keneng sampean deki akhirnya silakan meminum berdakwah dengan cara macam-macam silakan tapi jangan meminum king sampean mau nyelam kambing enom ya batal kapi bisa pahasan ya oleh karena itu penting ngajak ke orang nikah nah jadi mon orang nikah tak ngidingaki semakin mungkin laku karena hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala makin kota Makkah jadi cinta kapi ke Kanjeng Nabi sea salamoso ke Gusti Kanjeng Abu Jahal orang mau saudara mah tapi putra pecinta Kanjeng Nabi
Sayyidina Umar bin Al-Khattab kurang deur mabacin ka Kanjeng Nabi. Dadi orang yang paling cinta ka Kanjeng Nabi sampai pasaren apa long bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barokana dakwah Gusti Kanjeng Nabi. Nah, wa mathalu da'wa ilallah mathalul habbah. Adapun orang sing ngajak dekat jalan Gusti Allah mathalul habbah. Ini keperumpamaan seperti biji, satu biji habbah. Mon barokah dadi hubub, titipan berempan biji. Mathalul da'wah ilallah mathalul habbah tad'uha fil ardi wa ma tadri illa waqad athmarat wa sarat bustana. Kita tidak tahu kapan biji ini ditanam oleh kita dan kita tidak tahu kapan ini akan berbuah, akan tumbuh besar. Bisa jadi satu biji sik taman bi sampean mungkin kuaku dadi bustan, dadi ladang, dadi pekarangan. Ini orang sandi pekarangan mungkin bila namen tak moro dadi pekarangan, Pak. Namen pao situng, mungkin dadi pao banyak dari pelok taman mungkin bila orangnya namen situng. Tak tahu kulit sampean bila berbuah, bila tumbuh besar, bila jadi banyak, bahkan mungkin bisa jadi bustanan. Bisa jadi tempat mana jadi tempat-tempat bertumbuh-tumbuhan. Tahun yang tinalah sampean urusan sampean ngajak hidayah dari Gusti Allah. Kulit sampean ini cuma sekedar ngajak, adapun hidayah senanto aki Gusti Allah. Masih ada matan, masih tak, maaf kalau non sebu, tak tengel kau penga, tak buta matan. Kayak mulai Gusti Allah tak beri hidayah, tak bisa. Kapir hidayah dari Gusti. Nih sampean si hadir, nih mun sampean atina tak kenceng tak kira hadir, Pak. Siapa kenceng ban siapa? Gusti Allah. Masih kula tak kenceng. Abah tak pate sehat, kayak gereja aja. Gusti Allah sak beri hidayah. Untuk nonton kelaban hidayah kelak, nonton orang kelak untuk semakin semak dekat Allah Subhanahu wa taala. Negara gadin to jak sen-busen ngajak dekat jalan-jalan. Pon terakhir. Wa qala radhiyallahu an, berkata beliau, mithalu sahibud da'wah ila Allah wal ilm mithalu man kanat ma'ahu bidha'ah la yutrukuha fi dari fa innahu la yaji ahad yas'aluhu anha. Orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai ilmu, ibarat perumpamannya sama dengan orang yang mempunyai bidha'ah. Dagangan bidha'atun andi bareng sekening jual. La yatrukuha fi dari, jangan kau tinggalkan di rumah daganganmu. Dagang sampean jak tinggal e bungko. Fa innahu la yaji ahad yas'aluhu anha. Karena orang tak mungkin natanya dagang sampean kecuali sampean sama taber. Bal alaihi ayya'ridhaha fi suqi baka pasar. Wa asa an tanfuqa fi wa ilam wa asa an tunfiqa wa ilam tunfiq falyurakhis athaman. Insyaallah syukur sampean jual tak larang paju. Beri tulisan dijual, hubungi 081 sekian. Mata todon apa todon yang baca barangnya jual. Sampean saya tak paju diberi kelampina budi dijual. Sepenting cepek nampek paju. Ya. Beri dijual apa? Sampean mata berrokok tak todus kok. Apa mata berilmu mak todus? Mata berrokok, tak rokok. Rokok. Unja tak rokok, tak rokok. Mau pataber iya rokok cerek aja. Mau pataber mau tanya kita rokok tak rokok. Mau pataber iya rokok keng rang rokok kia kira yang cerek aja, Pak. Mau tanya kita rokok, kayak mau taberi rokok. Lah mosok jaring orang arokok aja lah, apa taber, bareng si makro, apa taber. Apa ilmu meta taber? Wok todus Ustaz, mosok ilmu taber. Apa ilmu taber? Kula mah taber, beri sak rutinan kan to. Sobung, mon beri sak rutinan, kula sak rutinan. Walaupun sebulan sekalian. Mon beri rutinan aja, mon sobung kula bersedia siap. Petaber, apa petaber? Urusannya beli tak beli bacaan. Bahkan sandi anak bini sunaki untuk metaber, dianjurkan untuk metaber. Abah bilang metaber, Pak. Ya Bas, Robulu almarhum, manabi bedah, kulan di babon, senika. Oh, engki insyaallah pola berjaguan mapan kiai.
kula ndik babonane compok pola cocok pataber montore pataber terus paju kelampi pataber diobral diskon sekian persen padahal regane sepak ongke diskonnya paraji lah pada bae saungkun karena terus paju regane salah seket pak ongke dadi 150% harga 50 ya pancet ring regane saya pateki paham ya men iki pataber apa bilang pataber sandi anak Prabon pataber mau lagi ini cocok kan siapa tahu oh saya nih kan saya kan tak tahu ini kan mau langsung tetik ending dadaan kan deh ya jadi mataber ilmu ini bagus mataber ayo sholat berjamaah ayo ngaji ayo hadir abah saudan hadir majelis maulid Jumat sore sopu timbang tedung ayo perkara tak gelem tina lah pola aku anak bapak le bleset bapak tambung coloper bapak wis mak pola anak lah kan seneka pada tak tahu karena ning sulbik le mireng ngeding sebagaimana penduduk kota Taif sya asalangan temen Kanjeng Nabi amoso ka Kanjeng Nabi ternyata anak-anak teti orang yang paling membantu dekat dakwah Gusti Kanjeng Nabi nah teti kulit sampean tak oning mungkin dari dakwah sesekone nikah aku bekal teti raja bila almarhum abah kula sini kula lah sempat putus asa sangkun Pak lah sempat putus asa lah tak tero dak remaki istilahna pun lah tero terbeni ambo keng tero istirahat karena cek leso naik keresa aja ada online ajan kula ngucak kula ka abah wallahi abah ning kadebu tetep ae ngejak wong ngajak bae oreng ben tak tahu pola aku anan been pola kompo ya been pola pion been sebakal ngerasa aki dari dakwah nabaan mungkin setiap bane tolak eka moso eka beci tina syukurlah Arya ibarat belotong kade emes ya belotong semprot buana kuaku pada tahun neng dan kadang kula mau nengak kenekah jelek Pak kayak mau tak ngak kejirian kok lah besok netok bae kok lah saong kuna kemula tak ngak de nikah ore berarti belotong ore berarti emes berarti semprot berarti buana kuaku seneka lagi bila nak mbah tak mero seneka Pak Abdullah paten nah eka moso eka beci poi komboy karemannya mana to nah kan makin sing ngerasa ki nyaman dadi sampean ki seneka cek sampai dadi orang sing nganggur mun andi ilmu mun andi kesempatan andi kemampuan ngajak orang ayo ambu wis cek ala kudeto engko mari jale dadi kada been wis tak berjanji nah seneka ya cek sampai nengeneng karena sampean mon andi degengen bener mon tek pataber tak baju Pak tak baju ada yang entar kecobon sampean jual tak kira cek bareng tek jual tanya aki lamun sampean ada jual cek sabar lembung mana cek buntu lo bareng dia sak jual HP sabak ning story na status dijual HP Pak pemakaian pribadi sekian bulan harga sekian lebih deki tanya apa ini masih ada kayak ngatanya tok jawab masih berapa nego gopis nego tipis wis apa lah tak ada jual beli nah tanya dia aja katanya boleh berapa 150 juta harga mobilnya netnya berapa kalau tanya net toh ya karena jualan net engkau lah kalau tanya net toh malah tanya net ya ada tanya boleh ada lah elang teh temu motos tak molong wis mun tak bersabar yang macet abek terus paju degengan kiki biasa pone taber perkara cocol burung udah cocol mare beruseen celot kapi kelampi mare tampe cecel kaki mau degeng ide iyalah mergo ning Mekah ne gareng Mekah ne kerang-kerang Pak pacela panas hawane Mekah ne hawane panas pacela bagian ring amoso ka Kanjeng Nabi bilang asal bereng kota Mekah sampai makin Mekah ne kepanas artinya panas kisah suasana ini kepanas sampean mulai Mekah burung ngamuk Pak ngamuk mari cocol tanya kita tabur pas burung bos ngamuk wah manteli koreng Mekah haram Indonesia sana ke Indonesia beda iya Indonesia murok bal Indonesia jelek ke sini kita di penduduk kota Madinah orang yang lebih santun orang yang lebih sabar tak tetil lah kalas rayit jamalah bagus
Maafi syai, tidak masalah. Maafi musyilah, maafi syai. Rayid, jayid, khalas. Roh, nyengkelah tak apa-apa. Ya kudu sabar baca doreng ajual nah. Ya jajal, ya monreng bine ya jol. Si jajal kada nyaman tanjak bahaya ada bener tegengan. Keng artena dalam rangka untuk sopaja pajur patabar jadi stodus. Ababilan matabar kok. Ya Abbas Ami dokato menawi karena pelekna orang saya soleh pelekna Gusti Allah. Nah nika dalam masalah dakwah teti nasiril haqqi bil haq cek kalau bencara ria mun lain cara neka hancur pak cek teti orang saya deng megendeng urusan agama cek teti orang saya oma tak tahu urusan agama membaca adalah tak oleh jangan menutup sebelah mata. Melah, ada tak oleh mau agama, ada taruhan ria, ada yang mainan si agar kita taruhan, ada punya yang tak abajeng, ada punya yang atau karan, tak usah. Walaupun apapun bentuk, mun sampai demi agama, tapi kalau bencara saya coba, tadi ini juga coba, termoga tadi ilmu si manfaat. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana ashrafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba tagsilu kulla hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين